بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم ما جاء في مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة كأس عاصمة مصر: أفشى يطلب جلسة مع يسترب، يوسف بالعماري وتدريب الوداع، علي علوان يدخل دائرة اهتمام النادي الأهلي، المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة المصري، وخلاف في منتخب مصر حول حراسة مرمى منتخب مصر. نصلي بينا على الحبيب وندخل على طول في الفيديو بتاعنا. مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، شفنا امبارح لعيبة مختلفة عن اللعيبة اللي لعبت مباراة الأهلي وإنبي اللي كانت الأسبوع اللي فات، كانت يوم الجمعة الماضية. لعيبة تطور مستواها بشكل كبير جدا. يسترب طبعا كان في لعيبة كتير ما كانتش موجودة معاه قبل كده لإصابات، لعيبة كانت مش مشاركة في بطولات الناشئين والشباب على مستوى منتخب مصر. فالراجل كان اول ماتش كده كان يعني اتفاجئ بمستوى بعض اللاعبين، لكن امبارح شفنا تغير كبير جدا في اداء اللاعبين. اكتر لاعب فاجئني امبارح وفاجئ الناس كلها، مش فاجئني انا لوحدي، وفاجئ الناس كلها، هو عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد شتان الفارق بين مباراه انبي ومباراه سيراميكا امبارح. مباراه انبي كان بيجري بيقع لوحده، كل باص غلط، مفيش عرضيه واحده لعبها، مفيش كره طوليه اتعملت صح. امبارح الله اكبر عليه، هو اللي عامل الهدف وبرجله الشمال ما شاء الله. وامبارح كان فارق جدا 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 مع النادي الاهلي سواء دفاعيا وهجوميا. اتمنى يا عمر مستواك يتحسن عن كده كمان. اتمنى ان انت تساعد نفسك بشكل كبير. اتمنى ان انت تعمل اللي يخليك تقعد في النادي الاهلي. انا نفسي انك تقعد في النادي الاهلي، بس لو مستواك اتحسن. انت عندك كتير، كنت مكسر الدنيا وانت في المصري. وكمان في فيوتشر كمان على فكره كان عمر كمال عبد الواحد كان بيمتاز بالتسديدات وكان بيمتاز بلعب الفاولات، وانضم لمنتخب مصر وهو في فيوتشر. اتمنى ترجع او ترجع نسخه عمر كمال عبد الواحد تاني. اشرف داري اتمنى ان هو خلاص، يعني هو يعني شبه خلص مع الوداد اعاره 6 شهور، فاتمنى ان هو يمشي، لانه امبارح خايف على نفسه جدا في الالتحامات بالذات، سواء الالتحامات اللي على الارض او في الجاريه بتاعته. فهو خايف على نفسه جدا جدا جدا، فاتمنى ان هو يكون خلاص كده. احمد رمضان بيكهام، انا مش عارف والله، انت لغز بالنسبه لي. انت لعبت منتخب اولمبي ولعبت على مستوى منتخبات الشباب، لعبت منتخب اول، بتلعب في نادي سيراميكا بقالك فتره، كنت بتلعب في نادي الاهلي قبل كده. تدخلاتك العنيفه دي تدل على انك لعيب ما عندوش ثقه، لعيب مش عايز اقول غشيم، يعني لا يتناسب مع قيمتك كلاعب تعتبر دولي. فماتش انبي انذار، وكنت هتطرد امبارح انذار. فانا مش عارف يا بيكهام ليه التدخلات العنيفه اللي بتخشها دي. ايه اللي يعني ليه؟ يعني ايه اللي بيخليك تعمل كده؟ الكره تبقى سهله وممكن تاخدها بسهوله وانت مدافع كويس، ليه كده؟ عموما خلاص يعني برضو احنا رمضان بيكهام تقريبا برضو خلاص شبه رايح سيراميكا، خلاص تقريبا، او هو خلاص رايح سيراميكا. اتمنى ان صفقه احمد هاني ما تتمش. لعيب شفناه امبارح، لعيب على المستوى الدفاعي لعيب وحش جدا جدا جدا. شفنا امبارح حتى وقفته مع طاهر امبارح في الهدف، والجامب بتاعه، لا معلش، ما ينفعش في النادي الاهلي. يعني عمر كمال عبد الواحد لو جاب نص مستوى بس احسن من 100 زي احمد هاني. سيحه ما شاء الله عليه حارس كويس جدا جدا جدا، بس برضو يعني اتمنى ان سيحه يهتم باللعب برجله اليمين شويه، لان اليمين عنده ضعيفه جدا مش زي الشمال، هو لعيب اشول. اتمنى ان هو يتدرب، مدرب حراس المرمى يشتغل معاه الفتره الجايه ان هو يلعب برجلين الاثنين. عندنا شوبير بيلعب بالاثنين، عندنا الشناوي بيلعب بالاثنين، عندنا شوبير احسن واحد في الاثنين، في الثلاثه بيلعب برجله لان هو لعيب حريف اصلا، لعيب كوره. محمد عبد الله ما شاء الله عليه. محمد شكري امبارح تحسن بشكل كبير، دفاعيا هجوميا برضه لسه شويه، وبرضه وقفاته في الدفاع برضه لسه عايزه تظبيطه شويه. شكري لو فضلت برضه على كده، حتى لو يوسف بالعماري جه، هتبقى في منافسه قويه جدا بينك وبينه، دي لمصلحه النادي الاهلي ولمصلحه الفريق. احمد رضا محتاج ماتشات. محمد عبد الله التغير اللي عنده ان هو ما بقاش عنده الحته الفرديه زياده،
يعني كان امبارح كان بيخدم على الفريق بشكل كويس جدا، كان كويس جدا وممتاز امبارح، وكان بيطلع زمايله امبارح كلهم. بس لسه برضه ناقصه حته خبره شويه. شريف وجراديشار، اتمنى حمزه عبد الكريم ياخد فرصهم اللي هم بياخدوها. طاهر محمد طاهر، اتمنى ان انت تفضل على نفس المستوى، ما يبقاش ماتش و10 لا، اتمنى ان انت تكمل بنفس المستوى ده. طاهر امبارح كنت عامل اداء حلو جدا. كوكا طبعا يعني كوكا بيلعب كده كده اصلا، فمش محتاجين، مش محتاج تقييم. يعني كوكا كده كده بيلعب، مش هنقيم كوكا. طبعا اللي نزلوا امبارح برضو لسه محتاجين، كان عمر سيد معوض، ان كان ابراهيم عادل، هيبقى لعيب كويس جدا جدا جدا، هيبقى لعيب ممتاز. فخلينا ان شاء الله الفتره الجايه، عندنا لسه حوالي 4 أو 5 ماتشات في كاس الرابطه، ان شاء الله اللعيبه تزود التطور بتاعها، تزود الاداء الفني، تزود الاداء البدني، وان شاء الله نشوف حاجات كويسه، وتبقى التدعيمات مش كبيره قوي الفتره الجايه. قفشه طالب ان هو يقعد مع يستروب، عشان لو انا مش موجود معاك في حساباتك الفتره الجايه، انا عندي 5 عروض. قفشه بيقول ان هو عنده عرض من قطر، عرضين من ليبيا وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري. نتمنى التوفيق لقفشه. يسترب ما عندوش مشكله لو العرض مناسب ماديا للنادي الاهلي، مفيش مشكله خالص ان قفشه يرحل. نتمنى التوفيق لقفشه. يوسف بلا عماري او يوسف بلا عمري زي ما بنقول عليه في مصر، كان امبارح ساب منتخب المغرب، خرج من المعسكر، راح تدريب نادي الرجاء المغربي عشان يسلم على زمايله ويودعهم. خلاص يوسف بالعماري لاعبا في النادي الاهلي. كابتن سيد راح المغرب، خلص كل حاجه مع يوسف ومع نادي الرجاء المغربي. نادي الرجاء المغربي كان اشترط ان ياخد نسبه من العقد او ياخد نسبه من التعاقد قبل الكشف الطبي. انتوا تشوفوا براحتكم بقى، دون دفعه، وانتوا تشوفوا براحتكم. فكابتن سيد ابو حفيظ خلص الموضوع كله معاهم، وخلاص الموضوع خلاص. يوسف بالعماري في النادي الاهلي، بمجرد ما وليد الركراكي يعرض او يعلن قائمه المنتخب المغرب النهائيه، بمجرد اعلان القائمه النهائيه يوسف بالعماري مش فيها، يوسف بالعماري هينزل مصر يكشف طبي ويخلص كل حاجه، ويعمل جلسه التصوير كمان. نتمنى التوفيق ليوسف بالعماري، وان يكون في منافسه بينه قويه جدا جدا بينه وبين محمد شكري، وان محمد شكري لو فضل بالمستوى ده برضه ما يمشيش محمد شكري، يبقى عندي 2 باك شمال يتنافسوا في الحته دي. عندنا علي علوان، بعد التالق الكبير جدا في بطوله كاس العرب بعد اصابه يزن النعيمات، دخل دائره الاهتمام النادي الاهلي. النادي الاهلي بعت عرض؟ لا، بس هو موجود في القائمه، قائمه المرشحين لقياده هجوم النادي الاهلي الفتره الجايه. طيب، عندنا تاني خلاف منتخب مصر على حراسه مرمى منتخب مصر. كابتن سعفان الصغير وكابتن ابراهيم حسن متحمسين جدا ان شوبير هو اللي يقود حراسه مرمى منتخب مصر. كابتن حسام حسن عايز متمسك بالشناوي. والله انا بالنسبه لي كاهلاوي انا ما يفرقش معايا، الشناوي وشوبير واحد، الاثنين هيفيدوا الاهلي، او الاثنين اهلاويه، فما يفرقش معايا. طالما الخلاف عليهم هما الاثنين انا ما يفرقش معايا، اللي يقف فيهم يقف. هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل في منتخب مصر، ومين اللي هيقود حراسه مرمى منتخب مصر. نروح على طول للمدير الفني لاتحاد الكره المصري. في اخبار طلعت ان كارلوس كيروش هو اللي هيكون المدير الفني لاتحاد الكره المصري. كارلوس كيروش عنده 74 سنه، جاي عشان يبقى مدير فني لمشروع رؤيه 38. مشروع رؤيه 38 جايب له مدرب عنده 74 سنه. طبعا الخبر مش مظبوط، وكارلوس كيروش موجود في القائمه، بس مش هو رقم واحد. رقم واحد مدرب الماني متحفظين على اسمه في اتحاد الكوره، مقدم مشروع كويس جدا لتطوير الكره في مصر، وعمل اكاديميات على بمستوى احترافي كبير، عشان خاطر يطلع اجيال من لعيبه الكره المهره فنيا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تعملوا سبسكرايب، اتمنى تعملوا لايك، اتمنى تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويوصل لكل اهلاوي كل جديد. شكرا ليكم، السلام عليكم.